في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. تحية عالية إلى مناضلي ومناضلات فرع الرباط. تحية الشهداء ديال الإطار، شهداء الجمعية الوطنية، الشهيد الحمزة مصطفى، والشهيدة أدايا نجية، والشهيد كمال الحساني. مسيرة الجمعية كلها تضحيات، كلها نضال، كلها عطاء. مسيرة الجمعية حافلة بالتضحيات الجسام، كان آخرها هو اغتيال رفيقنا الشهيد كمال الحساني. واهم من يعتقد على أن الجمعية الوطنية سوف يخبو صوتها بهكذا تعاطي من خلال سياسة الاعتقالات والاغتيالات وسياسة تكميم الأفواه. إننا على درب هؤلاء الشهداء لسائرون، سنبقى أوفياء. الحساني مات مقتول والنضر، الحساني مات مقتول، الحساني مات مقتول، والنضر هو إنسان، الحساني مات مقتول، والنضر هو إنسان. قلت سنبقى أوفياء لهذه الدماء الزكية ولهذه الأرواح التي يختطفها النظام من بين أيدينا، من بين خيرة مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية. لن يرهبنا لا القمع ولا الاعتقال ولا سياسة الاغتيالات. سنظل سائرين في هذا الدرب الذي رسمته الجمعية من خلال هذه التضحيات الجسيمة. نحيي كذلك، لا ينبغي أن ننصرف عقل معتقلي السياسيين، معتقلي الجمعية الوطنية، معتقلي كافة الإطارات الجادة والفاعلة، ومن ضمنها معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في كل مواقع الصمود، والذين يخوضون إضرابات بطولية عن الطعام. نحيي كذلك الانتخابات البطولية في كل ربوع هذا الوطن، وفي مقدمتها الانتخابات البطولية للشعب المغربي في منطقة الشرق، وكذلك في كل المواقع. نعبر عن تضامننا المبدئي والمشروع مع ما يتعرض له أبناء الشعب المغربي، وفي طريقتها الطبقات الشعبية التي يصادر حقها في السكن، وما غير ما يجري غير بعيد بمنطقة سلا، حيث يتم هدم البيوت على رأس المواطنين. هذه السياسة ليست جديدة، بل هي ضاربة ومتأصلة في التاريخ، معتمدة في بطن التاريخ من طرف هذا النظام انسجاما مع طبيعته كنظام لا وطني لا ديمقراطي ولا شعبي. الرفاق والرفيقات، فرع الرباط غني عن التاريخ منذ ميلاد الجمعية الوطنية، وفرع الرباط يخوض نضالات شتى إضافة نوعية في إطار الخريطة التنظيمية للجمعية الوطنية. فرع الرباط يطالب بحقه العادل والمشروع التحرير. فرع الرباط يطالب بالاستجابة الفورية لملفه المطلبي. فرع الرباط مل وكلنا من الوعود الزائفة، من الحوارات الماراثونية. فرع الرباط يريد مكتسبات ملموسة على أرض الواقع. معطلين أخذت فيهم حيوان كثيرا، معطلين من حقهم أبناء الشعب يتم إقصائهم في واضحة النهار في الوقت اللي كتجري فيه الشيء على قاعدة الزبونية والمحسوبية. يا لا ثم لا لولايات العطلة، يا لا ثم لا لولايات العطلة، يا لا ثم لا لولايات العطلة. في هذا المغرب ما خصوش تعرف على المغرب، خصو يكون ولد الباشا وولد الوالي وولد العامل وولد القايد وولد شي برقاد. هذا المغرب الشيء
بمعاقبة الجنات يعني الذين ساهموا في اغتيال يعني الشهداء ديال الجمعية الوطنية التي نحن كجمعية وطنية مقبلون يعني على تنظيم يعني ملتقى الدولي للمعطلين يعني في الأيام القليلة القادمة. كذلك الجمعية الوطنية سيكون لها نزول على مستوى مدينة الرباط في إطار معركة نضالية يعني ستنطلق في غضون الأوائل من شهر أبريل.